السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في يوم جديد من أيام طباخة مصرية. النهاردة إن شاء الله هنتعرف مع بعض على مشترياتنا النهاردة بالأسعار، وكمان هقولك على شوية حاجات لغيتها من ميزانيتي وفرقت معايا كتير جدا. تابعي معايا الفيديو وإن شاء الله تستفادي من أفكارنا ووصفاتنا النهاردة. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف يومنا النهاردة مش ازاي. اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. أول حاجة ابتديت بها يومي وهي كوباية المزاج العالي. عملت بقى كوباية كده تظبط دماغنا علشان نشوف ورانا ايه طول اليوم. جبت القهوة بتاعتي، عملت شوية قهوة بلبن وواحدتين بسكوت كده بعد الفطار. بلاش تشربي القهوة على الريق علشان مش بتبقى مفيدة وبتبقى غير صحية. لازم الأول تفطري وبعدين تشربي قهوتك. شربت بقى كوباية المزاج العالي ودخلنا كده ونسمي الله ونشوف ايه الأفكار اللي معانا. أول حاجة وهي استبدلي كل غالي بالبديل بتاعه. يعني ايه؟ يعني احنا مثلا كل حاجة غالية بنجيبها من بره نقدر نعملها في بيتنا بسعر رخيص وفي نفس الوقت نفس الجودة، ويمكن كمان أحسن النتيجة بتاعتها في البيت. زي ايه مثلا؟ زي النوتيلا. الولاد بيحبوا النوتيلا كتير جدا. ليه؟ لانها شوكولاتة. تقدري تعملي لهم شوكولاتة صحية في البيت من الكاكاو الخام بطريقة اقتصادية وسهلة جدا. وعملنا مع بعض النوتيلا بالبلح الرطب، كانت حلوة قوي والولاد ما عرفوش ابدا ان هي بالبلح، كانت صحية ومفيدة. لو حابين اعمل لكم افكار ان شاء الله كده للنوتيلا الاقتصادية اكتبوا لي في التعليقات وان شاء الله اعمل لكم.